من أين أتيتم بهذا يا مغرب؟ المغرب بيجي في كأس العالم وبيقلب بيحصل له حاجة تانية، ما تفهمش ايه اللي بيحصل له. فرقة عالمية، أداء عالمي، النهاردة بيلعب بشكل لا مركزي في خط الهجوم. إسماعيل صيبيري بيترجم وبيتوج سيطرة مغربية. حاطين على البرازيل حط، المغرب حاطط على البرازيل حط، لحد دلوقتي بنتكلم في تلت ساعة بيتوج بهدف رائع. مين هذا اللاعب يا اخوان؟ اهل المغرب عادي اعرف انتم من وين بتجيبوا اللاعبين. ب 2022 طلعتوا لنا بلاعب اسمه عز الدين أناحي، ب 2026 طلعتوا لنا باللاعب هذا ايوب بوعدي. تخيلوا كازيميرو وبرونو جيماريش اللي مكسرين الدنيا بالبريمير ليج، لاعب عمره 18 سنه بيلعب اول مباراه رسميه له مع المغرب. حجم وسط البرازيل باكمله. تخيلوا قرر تمثيل المغرب على حساب اقوى منتخب بالعالم فرنسا. انت اخويا العزيز بغيت نقول لك واحد الحاجه، رساله خاصه من عند البروفيسور لك انت 40 مليون مغربي اليوم راضي عليك، ابار الوالدين ديالك الله يخليهم ليك. فينيسيوس يحصل على جائزة المباراة، اختيار غريب. فينيسيوس قياسا بما قدم في المباراة كاملة، صحيح سجل هدف التعادل لكن ما كان الأفضل. إذا كان في أحد يستحق جائزة رجل المباراة فأيوب بوعدي. 18 سنة قدم لنا نسخة مختلفة، كان الأفضل، كان أداء طاغي على جميع اللاعبين الكبار واللي يلعبون لأندية كبيرة، كان هو الأفضل وأكثرهم بروزا ونجومية. أيوب ظلم بصراحة في هذه الجائزة، وإذا كان لاعب يستحق هذه الجائزة فهو هذا اللاعب. خلاص خناقة المونديال اهو. ايوب بوعدي مش طبيعي، 18 سنة الراجل ده، 18 سنة. بوسكيتس الجديد، هدوء، تركيز، استخلاص، خروج بالكورة. نجم المباراة الأول أيوب بوعدي مش طبيعي، 18 سنة وبالكواليتي دي بيلعب في نادي ليل. خناقة المونديال على اللعيب ده صف. المباراة حلوة، قمة جميلة، المغرب قدم أداء رائع جدا، انبسطنا بالأداء اللي قدمه المنتخب المغربي. المغرب طمأن جماهيره، ولكن جماعة كل ما حصل في المباراة هذا نضعه جانبا، نتكلم عن بوعدي. ما شاء الله تبارك الله. أنا واحدة من أهدافي صارت في المباراة وأنا بتابع في المباراة، أتمنى الكرة توصل لقدمه. بيمتعني متعة تشوف الهدوء، الركازة، الذهن الصافي، التصرف الرائع بالكرة، التصرف الصحيح بالكرة، أدوار دفاعية، أدوار هجومية. اللاعب أيوب بوعدي، متأكد أي واحد تابع مباراة البرازيل والمغرب اليوم دخل على موبايله وقاعد يدور مين هذا اللاعب، أو دخل على تطبيق يشوف مين هو. أنا منكم، لأنه هو بيلعب، طلع بالدوري الفرنسي، ما بنتابع الدوري الفرنسي، بيلعب بنادي ليل. هذا اللاعب اللي بيلفتك فيه أولا ستايل شعره، ستايل ركضته، ستايل لمسته، لاعب بيخليك تشوف الموهبة بعيونك. ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. الغريب بالموضوع انه لما برضه دخلت زيكم ادور على هذا اللاعب، اكتشفت انه اللاعب اللي كان مسيطر على الخط الوسط بالمباراة ومسيطر على خط وسط البرازيل، اللاعب هذا عمره 18 سنة. ما شاء الله، الله يحميه. فانا ما عندي مشكلة ان انت تتعادل مع البرازيل، ولكن احترم البرازيل شوي. هذا البرازيل المفروض 5 كؤوس عالم، المفروض المرشحين للقب. يا جماعة الخير، المنتخب المغربي اليوم بهدلهم اقسم بالله العظيم، بهدلهم من الدقيقة الاولى للدقيقة 90. انت 18 سنة، اول ماتش ليه مع المغرب في كاس العالم، بيلعب قدام البرازيل، العالم كله بيتفرج عليه لان تقريبا هي دي افتتاحية المونديال اللي بجد. وكل ده ما فرقش مع ايوب بوعدي بربع جنيه، وقدم لنا ماتش ولا اجدعها نص ملعب خبرة بيفنش كاريره. عنده 35 سنة. ايوب بوعدي عنده 18 سنة واختار تمثيل المغرب على منتخب فرنسا. الحقيقة ايوب بوعدي من اللعيبة اللي انا كنت بقرا عنها كتير. قال لك يا عم شوف بقى ايه، وانت لو انت بتقرا كتير هتكتشف ان في لعيبة كتير قوي بيتكتب عنهم كلام ما هوش حقيقي. ما اعرفش بقى وكلاء، تطبيل، ناس ما بتشوفش كويس، بس ان كان ده واقع. ياما تقرا مقالات وقصص على اللعيبه، تيجي تتفرج، هو فين ده يا ابني؟ ده هو ده اكيد التقرير ده مش عن اللعيب ده. لكن الحقيقه انا كل كلمه قريتها عن ايوب بوعدي وامكانياته انا اشتنقت. وكل شيء مميز في اي لعيب نص ملعب انت عايزه. والنقطه المميزه في ايوب بوعدي هو انه بيمتلك الاثنين،
التكنيكاليتي، الجوده التقنيه والقوه البدنيه، ودي نقطه مهمه. احنا بعيد قوي يا جدعان، بعيد قوي والله. بنتعارك على مهند لاشين وحمدي فتحي ومروان عطيه، ده احنا ما شفناش نص الملعب. الله اكبر على ايوب يا جدعان. ايوب اللي قدامك ده المولود 2007، يعني عنده 19 سنه بس يا جدعان. كان منايم برونو جماريش وكازيميرو واي حد كان في نص ملعب البرازيل. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. هجوميا تلاقي، دفاعيا تلاقي، مهارات تلاقي، باصات تلاقي، كل حاجه تلاقي. البرازيل مش عارفه تنقل كوره في نص الملعب يا جماعه. المغرب بالنسخه دي والله لا استبعد بالاداء ده، لا استبعد ان هم يكونوا احد اقوى المرشحين لمنافسه على لقب كاس العالم. المغرب جاهز، اداء عالمي في الشوط الاول لمنتخب المغرب، ماسكين الملعب في كل حته في الملعب، بينقلوا كوره حلوه، نص ملعب قوي جدا جدا. البرازيل مش عارفه تلعب، وبيترجم الكلام ده بهدف عالمي من اسماعيل صيبيري اللي على وشك الانتقال لبايرن ميونخ. وفي اول مباراة يلعب بهيك اداء، صدقوني هاي ما بيعملها الا الكبار. صدقني برشلونة مدينة جميلة يا ايوب بوعدي. سميتك بيرلو، انت ماشي بوعدي، انت سميتك بيرلو. لهذا الماتش اللي درتي تبارك الله، كيفاش كيفاش كتطومبوريزي البالون الوسخ خويا. راه ما خويا انت سير اخويا، اش غادي نقول لك؟ ما تخلط بحروف تعكلوا لي انا هنا الحروف، ما بقيتش عارف ما نقول. لاعب واعر، بيرلو ديال 2006 وبيرلو ديال 2010 تبارك الله. لعاب مواصفات عالميه، هادشي اللي غادي نقول، لعاب مواصفات عالميه صراحه. هي هذه ربح كبير للمغرب والله. كنت معلم الصراحة ان الراجل ده مثل منتخب المغرب ورفض تمثيل منتخب فرنسا، وسمع كلام ان باريس سان جيرمان كمان عايزاه. يا عم باريس بقى ارحمنا بقى. الصراحة ناس كتير بتتكلم عن نص ملعب البرتغال ونص ملعب اسبانيا، ولكن الناس مش مديها حق لنص ملعب المغرب ايوب بوعدي وأناحي 10/10. ربط الخطوط، التمريرات، البناء على اليمين، على اليسار، في عمق الملعب، امام خط الوسط، خلف خط الوسط، امام المدافعين، امام قلوب الدفاع. يا الله ما شاء الله. بيشعرك يا جماعه انه لاعب عمره 30 سنه 32 سنه، بيشعرك انه لاعب خبره. اعتقد اليوم ما في واحد تابع اللاعب الا دخل على اي موقع عرف يعني هيك لفت نظره هذا اللاعب، ودخل يشوف قديش عمره، شو قصته، وين بيلعب، شو بيعمل. متعه قدمها على ارضيه الملعب ما شاء الله. نجم المباراة بلا أدنى شك. وأنا بالنسبة لي أفضل لاعب في البطولة، من أو هي يعني كل المباريات اللي حضرناها ما شفت لاعب بأناقته وروعته ما شاء الله تبارك الله. المنتخب المغربي كله حلو. بعد قليل إن شاء الله رح ننشر لكم حلقة على اليوتيوب نحكي فيها عن المباراة وكل شيء حصل في المباراة. انت قادر تتخيل ان الدقيقة 99 اللي قاعد يهجمهم المنتخب المغربي؟ يا جماعة الله ما شفناه بالعقل عرفناه. انت يا منتخب يا مغربي يا حبيبي، انت قاعد تلعب امام البرازيل. المفروض ان احنا خايفين، احنا ندافع، احنا نحاول نطلع باقل الخسائر، مو احنا قاعدين نتعادل. لا اسف، هم يتعادلون معانا. لا ما يتعادلون معانا، احنا نبهدلهم، نخلي كاسميرو يطلع بين الشوطين، نخلي انشيلوتي حاط يده على راسه. والله العظيم فخر اللي صار اليوم. ثقه واداء وباص وبرود اعصاب ونقل كوره واستحواذ، ويقطع ويلعب بالعرض ويلعب بالطول وما يهموش خالص. بجد انا ما تخيلش ابدا ان انا ممكن اتفرج على شاب عنده 18 سنه بيمسك نص الملعب ولا اجدعها اسطى. يعني ده كاسيميرو وبرونو جيمارايش وفابينيو لما نزل واقفين يتفرجوا عليه ويتعلموا منه. فحقيقي احنا قدام موهبه اسطوريه. شابو للمغرب انه عرف يخليه يمثل المغرب مش يمثل منتخب فرنسا. وبجد احنا لو كملنا بالاسلوب ده فهو قبل ما المونديال يخلص احنا هنشوفه بيلعب في واحده من احسن 5 فرق على مستوى العالم، مش في ليل الفرنسي. الجودة التقنية أكتر شيء بيميزه إن هو لعيب نادرا ما هتلاقيه مثلا هو بيستلم الكرة حد قطعها منه. مش بس التحكم في اللعب لا عينيه طول ما هو بيلعب والكرة مش معاه يتفرج رقبته عاملة ازاي، سكانز طول الوقت، على طول هو عارف ايه حواليه. فده بيخليه مش بس الكرة ما بتقطعش من اول ما بياخدها او ما بيتفاجئش بحد بيضغط عليه فجأة، لكنه دايما القرار سابق قبل ما يجيله الكرة. يعني هي الكرة جاله عارف يعمل ايه على طول. خلي بالك ده عنده 18 سنة، ده لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. دي النقطة رقم 1. النقطة رقم 2 الباسنج بتاعه ممتاز، ولعيب بيحب ياخد ريسكات وبيحب ما بيخافش. دي نقطة مهمة برضو بالنسبة تاني لعيل عنده 18 سنة.
النقطة بقى ايه التالتة وهي النقطة المهمة. عادة اللعيبة اللي بتقدم هذا النوع من الجودة بتلاقي لعيب كسول، تلاقي لعيب مش قوي، تلاقي لعيب بيتمرقع، لكن تلاقي لعيب مش كسول، بيجري، بيغطي مساحات، قوي بدنيا، بيعمل تاكلز. لا ده كومبو، ده كومبو مش سهل. على لعيب عنده 18 سنة محتاج تشوفه كمان سنتين 3 لما يبقى 21 سنة هيلعب فين؟ هيلعب فين؟ لانه فعلا فعلا لعيب مبهر، فعلا هو اكتر لعيب ملفت النهارده بالنسبه لي. ريال مدريد اللاعب ده لازم يجي، لا تقول لي رودري ولا اي بني ادم في الدنيا.